ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كيف الحال؟ بكره بخير ان شاء الله. تعالوا بقى عاملين النهارده وليمه، عايزاكم كلكم والله العظيم. والله عامله شم طاجن والله بقى، طاجن باميه باللحمه الضاني يستاهل بكم والله العظيم. اديني. ورز معمر ده رشاد بيحب ياكلها ايه برز، وعندنا لسان عصفور كده كنت مقطعه فيه حتتين بط كده، كان عندي صدر بطه مقطعاه كده على لسان العصفور، وخضار بقى وسلطه وبتنجان يا جماعه خطير. عاملاها بطريقه ان شاء الله باذن الله هصورها لكم. شايفين البتنجان مسلوق، بتنجان مسلوق وقلبه من جوه لونه عامل ازاي؟ استنى اوريكم لونه. مش عارفه هيبان في الكاميرا. بتنجان جامد والله العظيم رشاد جوزي بيفطر بالصبح. بقالنا يومين ثلاثة والله العظيم شغالين معاه، الله ينور. تحفه كده. بسم الله. تعالوا اتغدوا معانا يا جماعه. هيغطوا معانا يا جماعة فعلا. بامية وعمايلها. عملناش من زمان. بس طبعا كالعادة أكل سخن نار. ولسان عصفور مليان بط على خير. تمام. العصاره ده اللي بقى لها بقى في التلاجة ومجاعة صار على بعضها. عنب. بتاع اسمه ايه ده؟ لا اللي هو الشهد. نعم. مفاجأة. موتنا الفار. يطلع لنا فار تاني. طبعا انتوا مش هتصدقوا والله العظيم كنت بقول له ما تقولش. والله. والله العظيم كنت بقول له ما تقولش. بس يا جماعه ده ابتلاء داخل بيتنا ومش عارفين نطلعه. يعني بالظبط. قد الفار التاني، يعني هما اتنين كانوا اخوات وداخلين سوا. والله العظيم ومش عارفين نعمل ايه في البيت اتنين ده. توأم. يلا الحمد لله. بصوا بقى يا جماعه الباميه بتاعتي انا حطيتها بقى بعد ما سويتها كده، حطيتها في الفرن عشان خاطر بقى ايه تثبت كده. حاطه بقى فيها لحمه ضاني. شايفين الكلام؟ من اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. خطير. عايزه ليمون؟ لا بقول الكلام ده خطير. عايزه ليمون؟ اه. عايزه ليمون صح؟ الليمون قدامك اهو. عايزه اوريكم لون البتنجانيه من جوه لونها عامل ازاي. مش عارفه الكاميرا هتجيبه ولا لا. لونها احمر لاني عامله تشريبه كده بالبنجر. روعه يا جماعه اقسم بالله. البتنجانية صغننة بس جميلة. طلع لك لحمه رشاد كله. شوف مش عايز والله. انت كده تبقى في حاجه غلط. افضل الطبق اللي قدامي دي الوليمه بقى عشان عايز اديها بامية بقى بالعيش. مع نفسك انت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي سيدي على الحاجات اللي دايبة في البامية دي. ده يبقى دوب. دايبة دوب. انا دايبة دوب. يا ابني بلاش اعمل رز مدسوس او اللي معمر ده وناكلها بالعيش. انا قلت لها انت بتحبي العيش. قولي ليه اعمل لنا رز. ان شاء الله حاجة خطيرة. طلع لك لحمه رشاد. طلع لك لحمه عشان تبرد قدامك. ده لا مش عايز اقعد زي طلع. سيبيني بقى مع نفسي. لحمه مهريه كده. بس الاكل لسه طافيه الفرن والطاجن بيحفظ الحراره جواه شويه. نار نار نار. عشان ايه العاده يعني مش عايزين البطوله دي. بامية ده عايزه ليمون. دي ليمون.
والله ظبطت كده. اه الليمون بيظبطها والله كده. ما حطيت لها ليمون الزبط. بامية ليمون وبس. ابويا بقى كان بياكلها بالعيش والبصل الاخضر ايوه ما هي عايزه بصل اخضر بقى. والعيش البلدي. لازم العيش البلدي يا جماعه. انا اتروشت اقسم بالله. شايفين اللحمه اهي مش متحمله خالص، بتقع. دي موزه. الله. سلام. ايوه يا سيدي. اهي شوف. اي حاجه بتخن انا ما شغاله فيها. لا واحدة صاحبتها عاملة مم. تكميم. لا هي عاملة اسمها عملية تكميم ولا ايه؟ يا رب. مين بقى؟ صاحبتها مين؟ لسه عاملاها دلوقتي اليومين دول. بس انا عندي 2 واحده عاملاها من زمان. داليا حبيبه قلبي، ربنا يا رب يعافيها. وما شاء الله يعني خاسه تبقى 100 100. ولسه في واحده عاملاها اليومين دول. والله العظيم يا جماعه نفسي اعمل العمليه دي. نيت حياتي كده اعملها. نفسي ابقى رشيقه عشان جوز ولي. لا يلا. ده كلام فاضي. وعايزني ابد كده، اقعد ابد كده وما اطلعش بره خالص. يا جماعة والله العظيم ده كلام فاضي. كلام فاضي ليه يا رشا؟ موضوع الرجيم والحاجات ده كلام فاضي. طب قولوا رايكم انتوا كده في الكومنتات. اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ياكل ما ياكلش. احنا مش عارفين نعمل رجيم، نعمل ايه بقى؟ قول لي رد عليا نعمل ايه؟ واللي مش عارف يعمل رجيم واللي بنعمله ويسيبوا التاني ولا كانه عمل. ولا أي حاجة. دي بقى بتعملها وبتاكل اللي انت عايزه بس بكميات بسيطه بقى. انت قاعدة عيني تقول لها ايه؟ انا كوباية اليانسون بشربها بالمعلقة. بالمعلقه يعني. الاكل ده بتقعد 21 يوم الاول سوايل، وبعد كده شوربه خضار وحاجات برضه سايله كده. بقول لها يا بنتي عارفه تتاقلمي على الكلام ده؟ قالت لي هعمل ايه؟ انت بقى تعرفي تاكلي على الكلام ده؟ لا ما اعرفش لا ان شاء الله. انا ما اعرفش لا يعني. تقولي لي غداك النهارده كوبايه ينسون؟ حلاوه والله حاجه جميله. وان مواضيع الدكتور ما بيكتب وانا ينفع اعك في الاكل؟ لا طبعا ما ينفعش. ده بالذات ما ينفعش اعك فيها، لان الحياه لو موت يعني ما فيش كلام فاضي فيه. كذا حد على فكره عملها ومات والله العظيم. اول ما اشتهرت عندنا في البلد هنا كذا حد عملها ومات بسبب ان هي كانوا بيهملهم في الاكل وفي الشرب. عملت له بقى شويه الاكل كان في الفرن، وعندي كيلو لبن جاموس. قلت بقى اعمل بيه عملت له شويه مهلبيه باللبن كده عسل. باميه رائعه. رايك؟ هو جميل. اهم حاجه الجلابيه بتاعتك. انا عندي تصوم وما تاكلش والجلابيه ما توسخش. كن مطمئن. كن مطمئن يا ريس. والله الهدوم بتاعته دي بتدوخني في الغسيل عن بتاع. انا هدومه معظمها غوامق يعني. هدومه بقى لازم انقعها الاول في كلوريكس الوان وارجع تاني. بيدوخني والله. امرك يا ريس.
الباميه بالعيش هنقول حاجه تانيه. ما بقول لك لها طعم تاني، ما انت اللي عملت فيها كده. سبت عليها والله، انا عارف انت بتحب الرز. بس هي احنا متعودين عليها عند ابويا ان احنا بناكلها بالعيش، الباميه بالعيش. انت عارف ان انت بتحب الرز. قلت الباميه ما بدهاش بقى، خليها تعمل رز. ما بتنيش عيش من الكبير يعني. معلش والله. انا بحب العيش الكبير يا جماعه، بيبقى فيه البابا كده من جوه، بيبقى حلو قوي. انما العيش الصغير ده ما بحبوش خالص، باش يعني ما باش في حاجه خالص. بسم الله. اللي يعني لسه بسمي، لسه بنتي ما كلتش. بس تبدا تاكل. لسه ابدا اكل. شفت بقى ان انا مظلوم موضوع الاكل ده. مظلوم فيا يا اخويا. ما اكلش شفتان. يا حبيبي. البامية جحدة يا جماعة، أقسم بالله جحدة كده. حتى بقى النهارده ايه بقى، عملتها بالطريقة اللي انتوا عارفينها. بسواها الأول في البصل، وبعد كده أحط لها الصلصة، وبعد كده تاخد لها غلوتين مع الصلصة، وأرجع أحط لها البامية بقى. لأن لما بحط لها الصلصة في الأول بتفتحها كده وتبقى بهتانة كده. بهتانة؟ مم. على البركة. الله. في بتاع تانية اهي. اه. وبحب طب الحاجات السمينة دي. الحتت الكبيرة دي لو كلتها هتبهدلني. سخنة أوي هتبهدلني بجد. على فكرة حتى فيها ورق لوري برضه. الكبيرة دي بقى زي ايه؟ ما تبرد. كل جاي على الهدوم. اه. نلعب بالفلنة. وتشفط. ونقعد بقى شغال بقى. بقول لكم ما باكلش. الرجيم ايه؟ الرجيم ما فاضي. كله بيستمتع بالاكل. ود يا رشاد، ود. اما شويه بتنجان بالفلفل يا جماعه، والله العظيم حاجه ممتعه. حتة عظمة كده. بتنجان ده بنفطر بيه الصبح من حلاوته. يعني مفيهوش زيت ولا أي حاجة. خفيف. لا بدلني برضه الرز من جبتها دي. أهم حاجة اللي يدوق بالله عليك. ما تاكلهاش. حاجه ولا فلفل. ده انت عامل بتاع رز بلبن. مهلبية. مهلبيه. طب كفايه بقى كده، انا اكلت. سبت لها مكان. لازم تسيب لها مكان. تتفرج ولا ايه؟ انت ساعات بتاكل وبتجيبها من بقك يا رشاد، يعني بياكل لما يملى بطنه ويرجع بقى. والله انا جعان يا جماعه، بس يعني ايه، عايزين ندي مكان لل. شفت والله العظيم انا عارفه. ليه يا فندم؟ دي مش مني دي. والله العظيم اتملت زيت وسمنه على كده. مني انا؟ يلا مش مشكله. يعني كانت كلت هنا كده يا خوستي السودة. حد يقول لي يا جماعه اعملها، اقسم بالله انا تعبت. يعني حالا العنا والعنا في الميه. نح يا اخوي، حاجه تجيب الضغط. يا بنلبس الهدوم التانية، يقول لي لا انا البس الهدوم. بس وقع يا جماعه. تقعد تهرج والله. حد يقول لي اشبعي. والله من حلاوه الباميه ما عارفه ارد الاكل. اللحمه الضاني خلاف اللحمه العاديه بتدي لها طعم رهيب. والله العظيم خلاها دسمه كده.
هديها عامله لكم طريقه الباذنجان ورز. اكتبوا لي في الكومنتات واعملها لكم ان شاء الله، لانه يستحق ان انتوا تجربوه. الباذنجان خلاص ابتدى ينزل اهو، بعد ما كان الكيلو ب 12 جنيه دلوقتي نزل شويه، يعني بقى الكيلو بقى كيلو وربع ب 10. انا جايبه باذنجان صغنون قد كده، قد كده. ايوه والله قد كده. والله يا بنت تحشيه ازاي ده؟ حيت يا عم عادي. وحشيته فعلا ان هو اللي احنا كنا واكلينه قبل كده معاكم محشي. كنت عاملاه محشي صغنون. تقوم على الحوض بقى تقعد تغسلها بقى زيها يا ستي زي هتنضف الست والله حاجه. الفله كده. هتنضف حاجه. بص بقى ساعة ما بياكل كده ما بننتخ. انا خلاص الصلاة بقى الصلاة الأخرانية اللي بنيجي نصليها دي نصليها واحنا بنعمل كده. بتطوح. مبقاش عارفين احنا بنقول ايه في الصلاة من كتر ما احنا خلاص. اشرب يا اخويا العصير اللي انت عامله. هنشرب. والله ما عارفة اشبع. لا ما اصل البامية دي والله ما عارفة اشبع. البامية دي جميلة وزي ما والله العظيم ما عارفة في الفرن هنا كمان بتبقى اجمل وجبة. رشاد بيحبها قوي وتاكل في الفرن. حاجة اوريكم كده لو تجيب الكاميرا ناحية تشوفوها حاجة كده والله العظيم. الظاهر ان الفيديو طول عليكم وانا لسه ما شبعتش والله، لسه هكمل لان ميته من الجوع. والباميه لما بقى اصلا الجوز ما بيشجعنيش في اكلها. البامية ايه؟ شوكتني. لا يشبك يا بقول يقول الباميه شوكتني والبطه خربشتنا. كنا بننضف بطه على النويه وبعدين يقول البطه خربشتكم. على وزن البامية شوكتني. دمه شربات. طول اللايك بقى والاشتراك واللي ما اشتركش. حطوا لايك يا جماعه عشان نسبه المشاهده حلوه، لكن اللايكات اي كلام. حطوا له لايك، اللي يتفرج على الفيديو يحط له لايك بالله عليك. ويا ريت لو حد بيعرف يشير الفيديو يشيره لي، وربنا يديمكم نعمه في حياتي حبايب قلبي. وادعوا لي كده الابتلاء اللي البيت ده يطلع منه، لان انا مش عارفه بيجوا لي منين. هتقولوا لي دوري يا اميره وشوفي الاماكن اللي بيخشوا منين. والله احنا بندور ما احنا عارفين بيخشوا منين. عندي باب سلك هنا، عندي كل حته في شقتي لها سلك مش عارفه. تقول لي داخلين منين؟ ده بيبقى ابتلاء. والحمد لله ربنا يا رب يعفو عننا وعنكم جميعا. طلب اللايك ومع الف سلامه. حاجه اللايك. طب ماشي اتفضل. اوعى تقولوا لي قوم اطفي، والله لازم بتهرج بقى. انا بقول لك احنا عايزين حد يشتغل معانا. يشتغل معانا يدخلنا ويدلنا بس. السلام عليكم. مع السلامه.